بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ماتش الزمالك والداخلية وماتش الأهلي وإنبي، يعني تتوقع إن ده هيكسب، الأهلي هيكسب والزمالك هيكسب. فتفاجأنا بحاجة غير كده، تفاجأنا إن الأهلي كسب والزمالك اتعادل في الدقيقة مش عارف 96، والتحكيم لتاني ماتش على التوالي مش عايز يحسب للزمالك اي ضربات جزاء. زي ما تكون بقى الزمالك ده ايه، خلاص هو سمعته بقى ان ده فريق بياخد ضربات جزاء كتير، فمش هنحسب له حاجه، مش هنحسب له حاجه. مش ده السبب في الفشل. السبب يبدأ من اول بقى. بص بقى، شيكابالا بيه اللي رايح يعزم اللعيبه على فسيخ ورنجه الساعة 2 بالليل، والماتش الساعة 3 الظهر تاني يوم يا شيكابالا، عشان توريهم كرم اخلاقك بلدك بقى وبتوجب معاهم. وجبت يا حبيبي، اتبسطت، وفي الاخر شتموك. اسامة نبيه مشي، فابن اسامة نبيه مش في القايمة ودرسه بيوجعه. يا درسي، يا درسي، ياخد حاجة، ياخد فلاجيل الاول عشان يبقى مطهر للألم، وبعد كده يشوف هيعمل ايه في ضرسه. خد بالك، اسامه نبيه مشي، فيوسف اسامه نبيه اللي هو متألق مع الزمالك برضو ضرسه وجعه، ماشي مشيها ضرسه وجعه. عبد الشافي الانسان الموظف، هو بيقول يا جماعه انا راجل موظف، انا راجل، انا لو عليا انا مش عايز العب، انا على الدكه كده السنه ولا السنتين اللي فاضلين لي دول، وبعد كده ايه، خلاص. فطبعا بيستعينوا بيه، فبيضطر ينزل يلعب اداء موظفين، يعني برضو اداء موظفين، اللي هو استلم الكرة لورا للجنب لورا، سد خانة، يعني مش لعيب جعان كورة، مش لعيب هياكل النجيلة، مش لعيب عايز يكسب فرقته. محترم وكويس وكل حاجة على دماغنا من فوق، بس اللي مش عايز يلعب ما يلعبش، يقول انا مش عايز العب. لكن كده لا، حرام. افتكروا بقى الجملة اللي انا هقولها دلوقتي حالا دي. دلوقتي الفرق بين الاهلي والزمالك كام نقطة؟ 5، صح؟ على مدار بقية الموسم لو ال5 دول بقوا 6 او 7 او 8 او 9 10، اعرف ان الاهلي خد الدوري على طول. ولو ال5 دول قالوا يبقى 50-50. يعني يجي الاهلي مثلا الماتش الجاي يتعادل، فالزمالك يعمل ايه؟ يكسب، فال5 بقوا 3، فنخش في الدنيا. انما ال5 دي لو بقت 6 او 7 هي كده مش تبقى 6، ممكن، لا ممكن تبقى 6. لو وصلت 6 انسى، تاريخك بيقول كده. ايه اللي حاصل يا عم فريرة؟ يا عم فريرة، الكاسين اللي بتشربهم ماشي عشان يفكوا لسانك يابا وتعرف تتكلم كويس وايه وتقول، انت بتضرب لك الكاسين، تمام ماشي، يفكوا لسانك، بس ما تزودش عشان ما تأفورش فتهبل في التشكيل. لعيبة ملهاش اي علاقة ببعض. سيفر وجعفر ما بيلعبش اساسي. مين القائد؟ شيكابالا معرفش ماله، احمد فتوح فين؟ اصابات ما بين مش عارف ايقافات. انت يا حبيبي لو عايز تعاقب شيكابالا اتفضل حضرتك، لو سمحت من فضلك عاقبه ماليا، ما تعجبوش ان هو ما يلعبش، لان ده بيأثر على الفريق حضرتك، فانت الخسران الاول حضرتك انت والجماهير اللي هو احنا.
في ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ وفي الناحية التانية بقى ايه؟ قلتها لهم زمان، قلت لهم يا رب يا رب اديني ربع حظ الاهلي وارميني في البحر. فريق مش هيلعب كاس عالم للانديه، يلا بالصدفه خش. فريق راح بثلاث هجمات على بيراميدز، هوبا يلا 3-0، وبيراميدز ماسك الكوره طول ما 3 هو 3-0. كل فرق العالم الحظ يوم بيبقى معاها يوم يبقى عليها، الا الاهلي الحظ لما بيقف قصاده مره بيعوضه بكتير قوي، بكتير. اتمنى ان رقم 5 ما يزيدش يبقى 6، 5 نقط ما يزيدوش يبقى 6، ونشتغل صح ونعاقب ماليا ما نعاقبش. انا شايف الفريق بيتفك، الفريق عبارة عن حاجات عمالة تتفك من بعضيها، وسام نبيه لا مدرب تاني مش عارف ايه. ما هو ده نتيجته، ده نتيجته. الماتش الكورة لا يلعب داخل المستطيل الاخضر فقط، تهيئة نفسية ولعيبة عندها الرغبة، ولازم يبقى فيه قائد، ولازم مش شوية لعيبة. مين انا بشوف عمرو السيسي، بشوف معرفش مين واحد مرة او اول مرة اشوفه او تاني مرة اشوفه حاجة كده يعني. طب ده متفاهم مع اللعيبة التانية دي ازاي؟ وفيريرا معاند، لا انا البروفيسور، انا اللي بعمله، انا اللي بعمل اللعيبة، انا اللي بنزل التشكيل، وانا اللي بكسب في الاخر، وانا الجامد. طب حضرتك خسرت، يعني انت اللي يشوف ماتشات الاهلي وماتشاتك يقول انت هتكسب بسهوله، وهم اكيد لازم يقفوا. اللي حاصل العكس، ماتشات السهله حضرتك بتخسرها، بتخسرها يا فندم. وحتى لو خسرت دوري، ما انت هتخش كده افريقيا بالمستوى ده، يعني ارحمنا بقى. انا شخصيا واحد من الناس لا اعترف بفيريرا مدرب واو، مش واو، مش المدرب الواو، دي حاجة أنا واثق فيها 100%، أو رأيي الشخصي. وربنا يوفق الزمالك في القادم، ولايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نتواصل ونتكلم في كل حاجة، مش في الكورة بس.